النهارده هاشارك معاكِ طريقتي في البيتي فور اللي أنا باستخدمها وماشية عليها بقى لي سنين، وبصراحة ما باغيّرهاش أبدًا لإن هي ناجحة جدًا، جدًا، وإن شاء الله في الفيديو ده هاقول لِك على كل التريكات عشان تنجح معاكِ أنتِ كمان ومن أول مرة. هاعمل معاكِ البيتي فور الناعم الدايب اللي بجد أحلى بكتير من الجاهز، هاظلمه لو قُلت لِك زي الجاهز، بجد طعمه حلو جدًا وأحلى بكتير من الجاهز. هاقول لِك على كل التريكات عشان تطلع معاكِ ناجحة من أول مرة، هيطلع معاكِ دايب دوب بجد ناعم جدًا ودايب جدًا، ويالّا بينا على طول نبتدي. أنا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب، لو لسه أول مرة تشوفيني أتمنى تشرفيني وتشتركي معايا في القناة وتبقي واحدة من أسرتنا الجميلة. أنا هنا في الفيديو هاستخدم أكتر يعني مقادير أكتر من الكيلو، بس أنا وأنا شغالة هاقول لِك مقادير الكيلو بالضبط، الكيلو اللي هيطلع معاكِ مضبوط جدًا إن شاء الله. أول حاجة خالص هتستخدمي 700 جرام من الزبدة، الزبدة بتكون في درجة حرارة الغرفة يعني مش طالعة من التلاجة، بتطلعيها قبلها مثلا بساعتين لغاية ما تبقى زي ما انت شايفة كده ناعمة جدا بدرجة حرارة الغرفة. هتستخدمي قد ايه لكل كيلو دقيق؟ هتستخدمي 700 جرام من الزبدة، اي نوع زبدة هتنفع، الزبدة اللي انت متعودة عليها معاكي استخدميها، زبدة نيوزيلندي، زبدة فرن، زبدة أي نوع بقى، جنة، أي زبدة أنتِ بتفضّليه استخدميه. أهم حاجة بس إن زي ما قُلت لِك بتكون في درجة حرارة الغرفة. أحلى طريقة للبيتي فور هي الزبدة، بلاش السمنة، وطبعًا مستحيل تضيفي له زيت، فهو أحسن حاجة وأضمن حاجة للبيتي فور الزبدة. وتضيفي على كل 700 جرام من الزبدة كوباية من السكر البودر في مقدار 200 جرام من السكر البودر. الكوباية دي كان مقدارها مناسب جدًا وكانت حلوة أوي، وأعتقد إن هي موجودة عندنا في كل بيت، وكل سنة وأنتم طيبين. بعد ما تضيفي السكر البودرة طبعًا بتلفيه شوية كده بإيدِك قبل ما تستخدمي المضرب الكهربا، أنتِ ممكن تستخدمي إيديكِ لغاية آخر الوصفة، بس هي هتاخد منِّك وقت شوية ومجهود، بس هتطلّع لِك نفس النتيجة إن شاء الله. وطبعًا ممكن تستخدمي المضرب الكهربا لإن هو هيوفّر معاكِ في الوقت وفي المجهود. طيب بتضربيها قد إيه؟ مش أقل من 7 دقايق، هتفضلي تضربي ضرب مستمر لغاية ما تبقى معاكِ زي قوام الكريم شانتيه كده، بيكون قوام هش جدًا وتقيل في نفس الوقت. وبعدين هتجيبي 3 بيضات، هتستخدمي بيضتين كاملين وصفار بيضة واحدة بس، يبقى تاني هتستخدمي بيضتين كاملين وصفار بيضة واحدة بس، لإن عشان يطلع معاكِ ناعم من غير ما يقرمش ويطلع معاكِ دايب كده استخدمي بيضتين كاملين وصفار بيضة. بتحطي واحدة واحدة لغاية ما تدوب تمامًا، 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 وبعدين بتحطي اللي وراها. وطبعًا على آخر واحدة بتضيفي معلقة صغيرة من الفانيليا، أو ممكن تستخدمي الفانيليا السايلة أو كمان البودر اللي موجود عندِك استخدميه. وبتضربي كويس جدًا، جدًا، جدًا لغاية ما يختفي تمامًا البيض. بعد البيض بتضربي قد إيه؟ تضربي كمان 5 دقايق أقل حاجة أو 7 دقايق. شايفين القوام ده؟ هو ده اللي أنا عايزاه، بيكون قوام هش جدًا بس في نفس الوقت مش بينزل بسهولة زي قوام كده الكريم شانتيه. في المرحلة دي هتبدئي إن أنتِ تضيفي الدقيق، استخدمي دقيق متعدد الأغراض أو كمان ممكن الدقيق الفاخر، واستخدمي يعني نوع أنتِ مجرباه في نواعم العيد بالذات، علشان زي ما قُلت لِك ممكن تبقى مقاديرِك مضبوطة جدًا وطريقتِك مضبوطة، وبسبب الدقيق الوصفة كلها تبوظ. وطبعًا زي ما قُلت لِك قبل كده برضه في فيديوهاتي بتاعة الكحك اللي بجد كان حلو جدًا، وشكرًا جدًا على تعليقاتكم، والبسكوت كمان كان حاجة كده فوق الروعة. أتمنى إن أنتِ لو ما شُفتيهمش ترجعي تاني تشوفيهم على قناتي. إن أنتِ لازم تنخلي الدقيق، ده كده يعني أي نواعم للعيد لازم تنخلي الدقيق، وطبعًا بترشي عليه رشة ملح بسيطة جدًا. البيتي فور يا جماعة ما بياخدش بيكنج باودر، البيتي فور بيتحط زبدة ودقيق وسكر بودر وبس. وتبدئي بقى إن أنتِ بتلمي الدقيق دوّة، بتلمي بس العجينة، إحنا مش بنعجن خالص، إحنا بنلم العجينة إن إحنا نضيّع بس الدقيق، هتطلع معاكِ ما شاء الله شايفة عجينة طرية جدًا، جدًا وناعمة جدًا، جدًا. البيتي فور من الحاجات اللي أنتِ تشتغلي فيها على طول، مش بنسيبه يريّح خالص، أنتِ ممكن تسيبيه يريّح ربع ساعة في التلاجة لو أنتِ حسيتِ إن الجو حَر أوي ومحتاجة إن هو العجينة تتماسك شوية. لكن لو أنتِ هتستخدمي القُمع، حتى لو أنتِ ما عندكيش المكنة، استخدمي القُمع على طول وهيطلع معاكِ حلو إن شاء الله.
وزي ما انت شايفه كده ما شاء الله هتبداي بقى تستخدمي المكنه. طب لو انت عايزه تستخدمي القمع قلت لك ممكن تستخدمي، بس هتزودي مقدار الزبده شويه، هتبقى 750 جرام من الزبده. يبقى الفرق بين البيتي فور كعجينه المكنه او القمع هو بس في كميه الزبده، بتزودي الزبده شويه علشان تبقى سهله عليكي ان هي تنزل في القمع على طول. وتبداي بقى تشكلي، شايفين ما شاء الله، شايفين يا جماعه نازل برسمته بهيئته كده ما شاء الله، حاجه كده تحفه. وبعدين بعد ما تخلصي كل الكمية اللي معاكي، طبعا انت بتخلصي الصينية، أنا قصدي كمية الصينية، وبتدخلي على طول الفرن، يعني وانت شغالة الفرن شغال. واحسن حاجة لتسوية البيتي فور زي الغريبة، لازم تستخدمي حاجة ألمونيا، ده يفضل علشان ما يتلسعش منك وما يتحرقش بسرعة. بتستخدميه على نار هادية طبعا، بتدخليه الفرن يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة من 160 ل 180، مش أعلى من كده. وبتسيبيه بس لغاية ما ياخد البقعة الصفرة دي من تحت زي ما احنا عارفين، يدوبك بس لونه كده يغير من تحت وبس، وبتطلعيه. هتطلعيه من الفرن وما تحاوليش تحركيه ابدا من الصاجة غير لما يبرد تماما علشان ما يتكسرش منك، وبتسيبيه يبرد خالص وبعدين تبدأي ان انت تزينيه. شوفي فيديو التزيين واشوفكم على خير.